تصريح خطير من زين الدين. زيدان يثور فيه غضباً في الحكم المصري بسبب هذه اللقطة، ويحذر الفيفا وينتصر للجزائر. ولكن قبل أن نبدأ، لو تتفق معي أن الحكم المصري ظلم الجزائر، فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو واكتبوا في التعليقات العدالة للجزائر. ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم بعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب الجزائري أمام السودان في كأس العرب من جانب الحكم المصري. فقد دخل على الخط زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الأسبانية، وقال: حان الوقت لأقولها بصوت واضح، لن أسكت بعد اليوم. كفى ظلماً لمنتخب بلادي، كفى تكراراً لنفس السيناريو ونفس الأخطاء ونفس الاستهداف. ما حدث أمام السودان في كأس العرب ليس حادثة معزولة. هذا السيناريو رأيناه سابقاً أمام الكاميرون، رأيناه أمام قطر في النسخة الماضية، واليوم يعود المشهد نفسه بوجوه جديدة، لكن بنفس الأسلوب. أقسم بالله، صرت أشعر أن الجزائر تعامل دائماً وكأنها خصم وليس منتخباً مشاركاً يبحث عن العدالة. دعونا نتحدث بصراحة. الخطأ الأول كان ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس للجزائر. مدافع السودان تدخل بتهور داخل منطقة الجزاء. اليد اليسرى تمسك بكتف مهاجم الجزائر بشكل سافر. الركبة اليسرى تعرقل قدم المهاجم. سقوط طبيعي نتيجة احتكاك مزدوج لا يحتاج لخبير ليفهمه. أي حكم في العالم، في أوروبا، في إفريقيا، في آسيا، سيحتسبها ضربة جزاء مباشرة، لكن الحكم المصري تجاهلها وكأن شيئاً لم يحدث. ثم جاءت اللقطة الثانية، البطاقة الصفراء على آدم وناس. والله العظيم، هذه اللقطة وحدها تكشف كل شيء. آدم وناس لمس الكرة بكعب قدمه فقط، لم يلمس لاعب السودان، لم يحتك به، لعب كرة نظيفة 100%. ومع ذلك الحكم يشهر بطاقة صفراء غير مبررة، بطاقة غيرت توازن المباراة. أين العدل؟ أين الفار؟ أين احترام قوانين كرة القدم؟ ثم جاء القرار الذي دمر المباراة بالكامل، البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء لآدم وناس. لكن من شاهد اللقطة يدرك الحقيقة. الخطأ الأصلي كان على لاعب السودان، لأنه كان يمسك آدم من القميص ويمنعه من المرور. يعني المفروض أن لاعب السودان يأخذ بطاقة، لكن ما حصل هو العكس تماماً. الحكم احتسب الخطأ على آدم وناس وأعطاه بطاقة ثانية وطرده من الملعب. هل هذه كرة قدم؟ هل هذا تحكيم دولي محترم؟ أم أننا أمام مسرحية أخرى تلعب ضد منتخب الجزائر؟ ما يحدث للجزائر غير طبيعي وغير مقبول وغير محترم. لقد رأيناها أمام الكاميرون وتم تجاهل كل النداءات، ورأيناها أمام قطر وتم تجاهل كل الملاحظات، واليوم تكرر أمام السودان بطريقة مكشوفة وفاضحة. لن أسكت بعد الآن، وسأقولها للعالم: كفى ظلماً للجزائر، كفى تلاعباً بنتائجها، كفى تحويلها إلى ضحية للتحكيم. كرة القدم ليست ملكاً لأحد، والمنتخب الجزائري ليس أقل من أي منتخب آخر. وإذا استمر هذا الأسلوب من الظلم، فسأكون أول من يقف، أول من يصرخ، أول من يكشف الحقيقة كاملة، لأن بلادي ولأن منتخب الجزائر يستحق الاحترام والعدالة والانتصار بلا ظلم. اللهم يا قوي يا عزيز، انصر المنتخب الجزائري في كل خطوة، واحمه من الظلم التحكيمي ومن كل سوء، وبارك في جهده وعطائه، واجعل كأس العرب من نصيبه وفرح شعبه. اللهم سدد رمياتهم وثبت أقدامهم، واكتب لهم الفرح والنصر في كل مباراة. ولا تنسوا يا أبطال، دعمكم مهم. اضغطوا إعجاب واشتراك ليصلكم كل جديد.